الزمالك ده غلط اكيد يعني، بس نادي الزمالك مضغوط. نادي الزمالك بيلعب على بطوله، بغض النظر عن يعني ان الاداء ده يعمل بطوله ولا لا، لكن هو الزمالك متصور انه البطوله ممكن تيجي السنه دي، فده عامل ضغط على النادي كله وعلى اللعيبه وعلى الجهاز التدريبي. واضحه ان انا بقول ضد التغيير بتاع المدربين، كل شويه مدرب يمشي ويجي يعني. انما الحقيقه نبوشا انا ما شايف شخصيته على الفرقه. ويعني يمكن الراجل نجح مع الفيصلي في ماتشين حتى قدام الاهلي، لان الاداء كان المطلوب هو ده. بس الزمالك مش كده، الزمالك ما ينفعش فرقه بتتبني، الزمالك فرقه لسه بتتبني. لا ما ينفعش. لا الزمالك النهارده حتى باستثناء الشوط الاول برضه ما فيش كره جماعيه كامله، يعني الاداء الجماعي، الهجمه اللي بتبتدي من ورا بتمرير وتطلع لغايه الجون، لا مش موجود. مش ده الزمالك. بس شخصيه المدرب كمان انا مانيش حاسسها على الفريق. انا مش بقول الكلام ده توافقا مع تصريحات رئيس النادي، لا اطلاقا. يعني انا ضد ان اي مدرب يمشي كل شويه. انما برضه المشكله ان المدرب انا شخصيته مش شايفها، شخصيته وتاثيرها على الفريق وتغييراته ورضاه والروح بتاعته والروح الحماسيه، وانه بيدرب فرقه كبيره، والفرقه الكبيره دي لازم تكسب 1 و2 و3 قدام فريق مستسلم. ده مش موجود. ما هو ده لازم يتحفظ ويتزرع في اللعيبه. مدربين كتير حسام البدري زرع الشخصيه دي، ايهاب جلال زرع الشخصيه دي، موجوده. بس امتى يا استاذ حسن وبعد قد ايه؟ لا مش امتى وبعد قد ايه. الحقيقه برضه نبوشا من ساعه ما جه يعني الشخصيه بتاعته الحقيقيه اللي بتنعكس على الفريق انا ما شايفها. التغييرات الكتيره اللي حصلت، التوليفه بتاعت الفرقه، ده ساعات مره عمل اختراعات في التشكيل اللي قدام، يعني لا يعني ده مش شخصيه مدرب يفرض شخصيته على الفرقه بتاعت نادي الزمالك الحقيقه يعني. والمعضله بقى ان انت نادي الزمالك عايز ايه؟ ما انت لو مشيت مدرب لا يبقى ما تفكر. لو انت بقى بتشتغل صح وبتخطيط صح، انت بتتكلم على الموسم اللي جاي مش الموسم ده. يعني هات مدرب لو انت عايز مدرب بس برضه الموسم ده لا ما هربتش يا استاذ حسن. لا انا ماليش دعوه. انت دلوقتي اصل 25 الزمالك دلوقتي. ايوه هي ثانيه واحده يا ابراهيم. انت عايز ايه؟ انت عايز مدرب جديد؟ خلاص هات المدرب الجديد. بس ايه بقى؟ المدرب الجديد بيبني فرقه سواء للموسم اللي جاي او للموسم ده، بس هو اللي يختار اللعيبه وهو اللي يقعد ويتفرج وهو اللي يبني، وهو يبقى عنده الشخصيه اللي يقدر يبني بيها هذا الفريق او يكمل بده. بس يبقى عنده مساحه وقت مسموح بيها الموسم القادم. لكن ما تجيش مدرب النهارده تجيب مين احسن مدرب في العالم؟ جوارديولا راح مانشستر سيتي قال لهم لا انا مش هعمل حاجه السنه دي، وقعد يتعاند معاه شويه لحد ما طبق اللي هو انا مش هعمل حاجه السنه دي. لما هعمل السيستم بتاعي السنه الجايه اهو السنه دي ما حدش عارف يحصله، بيحصد اللي زرعه. لا ما حدش عارف يحصله. ده هيعمل ارقام قياسيه السنه دي، ده ممكن يوصل ل 95 بونت. ده رقم قياسي يعني في تاريخ الدوري الانجليزي. اذا المشكله ايه؟ هدف. انت عايز مدرب هات المدرب، بس بشرط ما حد ولا انت ولا الجمهور يحط عليه ضغط انك لازم تاخد البطوله السنه دي. هي وارد انك انت تاخدها عشان كلامي يبقى واضح، وارد انك تاخدها، انما انت جاي عشان تقول ايه؟ انا عايز فريق الزمالك يرجع زي ما كان بيلعب كرة حلوة وكرة جماعية وفيها المتعة بتاعت الجمهور اللي بتروح للجمهور. بس عندك الموسم الجاي عندك بطولات كذا، وتفتكروا والمدرب ده يجي يحط تخطيط شامل لفكرة بقى البطولات الأفريقية والبطولة المحلية وهيعمل ايه في ده، وهيعمل تدوير ازاي، وهو ايه المراكز اللي محتاجها. انت لو بصيت لقائمة الزمالك، لو مدرب جه النهارده بص للقايمه اشاوس هيلاقي لا انا مش عايز اقول اشاوس ولا مش هيلاقي في خلل في القايمه. خلل من حيث ايه؟ هتلاقي مثلا 40 لعيب وسط مثلا 40 وسط وثلاثه دفاع، يعني في مراكز عايزه تدعيم. انت عايز ايه؟ وبعدين المدرب اللي هيجي ده انا يا سيدي انا مؤمن بالسرعه، انا عايز لعيبه سريعه، عايز لعيبه، عايز حارس مرمى يبتدي الهجمه من نقطه المرمى بتاعي، واحنا قلناها كتير. طريقه البنى حاجه بتتكلم طريقه الراجل مشى جوارديولا مشى هارت عشان خاطر مش بيلعب برجليه، عشان مش بيبتدي هجمه.
وهكذا. مش يمكن ده يبقى عنده فلسفه معينه المدرب الجديد ده؟ هو الحكايه يعني هات مدرب مشي مدرب، هات مدرب مشي مدرب، لا لا لا, لا. انت لو جبت احسن مدرب في العالم النهارده ما تضمنش ان الزمالك يلعب كوره كويسه او يلعب كوره حلوه وكوره جميله وممتعه. احسن مدرب في العالم. انصافا برضو الزمالك مش زي الموسم اللي فات من حيث التغييرات، لان انت بتتكلم النهارده 14 مباراه لعبوا من نادي الزمالك مع مدير فني واحد، السنه اللي فاتت ما كانش كده. لا انا بتكلم على سياسه عامه. يعني انا بتكلم على فكره سياسه عامه. وعلى فكره دي مش مشكله الزمالك بس، هي مشكله ظاهره جدا في الزمالك. لكن برضو الانديه بتاعتنا كلها بتشتغل بالطريقه دي. يعني اللي هي ايه، مش عارفه هي عايزه ايه، ما بتبنيش فريق. في فرق بتبني، في فرق بتخطط لقدام، لكن في فرق تانية الحقيقه وفرق كبيره لا بتمشي وتجيب وعماله تغير من غير رؤيه فنيه حقيقيه. طيب للانصاف فقط لا غير، هي لغه الارقام دايما هي لغه صماء، يعني تعبير. لغه تعبر ولكنها في نفس الوقت لا تتجمل. يعني الزمالك السنه اللي فاتت زي قبل الماتش ده، يعني بعد 13 مباراه، والسنه دي والزمالك السنه اللي فاتت الزمالك جمع من 13 مباراه 31 نقطه. السنه دي الزمالك جمع من 13 مباراه 22 نقطه. 31 مباراه كان مغير اكتر من مدير فني. السنه دي نادي الزمالك ابقى على مديره الفني رغم ان النتائج غير جيده، ووصل رصيده من النقاط 22. لما انضم ليهم الاسبوع ال 14 اللي هو المباراه اللي اتلعبت النهارده يبقى 25 نقطه. برضو اجمالا الموسم الماضي افضل بالنسبه لنادي الزمالك حتى الان. طيب عندك تعليق في الجزئيه دي يا كابتن احمد؟ انهي جزئيه بالظبط؟ في جزئيه المدير الفني اللي اتكلم فيها الاستاذ حسن. عندي تعليق طبعا. اتفضل. بس عايز اسال الاستاذ حسن سؤال. هو النهارده ماشي الزمالك هيغير المدير الفني، هو اللي هيجي جديد هو عنده الحل الصحي؟ لا 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 لا، انا بقول هو لو احسن مدرب في العالم انت لازم يا اداره تبقى عارف انت عايز ايه. ده مهم جدا. بس انت عايز نبوشه ويتكلم معاه، والله في 1 2 3 ده في اصلاحات في الكلام ده كله. ولكن النهارده ده اللي انا لسه كنت بتكلم والله من قبل ما اشوف التصريحات دي اللي انت بتقولها، ان اللعيبه لو حست ان المدير الفني مش موجود معاهم بكره الصبح خلصت الموضوع. اللعيبه دي حتى نفسيا هتبقى في اهتزاز بالنسبه للعيبه. فالحاجه الثانيه، نادي الزمالك كسب ما خسرش، ونادي الزمالك الشوط الاولاني مأدي شوط هايل. الشوط الثاني اي نعم نادي الزمالك لم يستغل، ولكن ده ليه عوامله اللي هو ايه، احنا كنا لعيبه كوره عارفين. انا النهارده لو ما عنديش استقرار نفسي مش هنزل، مش هقدر انزل ادي. اللعيبه في الملعب بتلعب عندها جزئين عايزه تكسب باي طريقه وخايفه تخسر، ودي مشكله كبيره. لعيبه النادي الزمالك دلوقتي عليها عبئين، العيب الاولاني عايز تكسب، العيب الثاني خايفه في اي وقت ان هي تخسر، ولو خسرت هتبقى في مشكله. مش مشكله ان هو خسر 3 نقاط، لا مشكله ان في اهتزاز في ان ممكن مدير فني يجي جديد، ومدير فني يجي جديد بشكل جديد بطريقه جديده باداء جديد، وهل هينجح ولا مش هينجح، ولا هيمشي كويس مع الفريق ولا مش هيمشي كويس. تصريحات يعني مش في وقتها خالص ومش في محلها خالص. وانا شايف اني اذا نادي الزمالك اراد الهدوء والاستقرار للفريق يبقى عليه ان الامور دي تبقى في غرف مغلقه. ماذا بعد يا كابتن فاروق بالنسبه لنادي الزمالك؟ انت ما سالتنيش عن احسن لعيب في المباراه، انت وانا يعني انت ماشي انا قلت بس اخد منك محمد الشامي. انت حضرتك محمد الشامي بالظبط. طيب هرجع برضه، بس انا عشان بتكلم في الجزئيه الجديده اللي احنا فتحناها، وادي ارقام مؤيد العجانه وزي ما الكباتن ما طلبوا، تقييمه النهائي 6.3. اتفضل يا كابتن فاروق، ماذا بعد بالنسبه لنادي الزمالك من وجهه نظر حضرتك الفنيه، بعيدا عن دور حضرتك كمستشار في لمجلس الاداره؟ يعني دي مدير فني ايه؟ مصري اجنبي؟ هو اهم حاجه التوقيت بتاع ان انت عايز تغير او عايز بتفكر ان انت تغير او يعني تعمل حاجه في الفرقه. التوقيت بتاع المدرب، التوقيت لما هتيجي تمشي حد، هل يبقى انت بتجيب واحد جاي عنده اعذار ان انا جاي والفرقه الدوري شغال والفرقه مش مستقره، او واحد يجي مثلا يستني بعد مثلا الدور الاولاني ويبتدي يغير. ما هو تهيألي يا كابتن فاروق يعني لازم هيستنى بعد مباراه الاهلي موسم الانتقالات. يعني هو الشهر الجاي المفروض موسم الانتقالات هيبقى بالنسبه للعيبه وبالنسبه للاجهزه الفنيه هيبقى في حاجات مش على نادي الزمالك، مش على نادي الزمالك بس، على اغلب الانديه. طب نقول حاجه يا كابتن حسن مهمه جدا. طب لو انت هتجيب لعيبه وبعدين هتجيب بعديهم المدرب، هي دي المشكله. يعني انت المفروض طب ما هو ده اللي حاصل مش ده اللي حاصل. هو ما فيش زي العالم كله ان في فتره ما بين الدور الاول والدور الثاني. ده احنا الدور الاول احنا في الدور الثاني، يعني هو مش هيلحق يجيب حد
يبقى عنده اسبوع اسبوعين 3 اسابيع. ده انت عندك احنا الدوري مكمل مش كده؟ بس هو يا احمد اخطر حاجه برضك فنيا برضك هيبقى مش عارف 5 ايام ولا 6 ايام حاجه لا كده. حاجه فنيه تانية. اذا اللعيبه حست ان المدير الفني هيمشي ما تاخدش من اللعيبه حاجه. بس خلاص ما هم اتقال الكلام. انا بقول لك ما تاخدش من اللعيبه حاجه. شوف احنا سبحان الله كابتن فاروق كابتن احمد استاذ حسن كابتن حسن، احنا كنا بنشيد بفكره انه في استقرار ومسانده لنبوشه، فجاءت التصريحات على عكس ما احنا ما كنا بنشيد. بس انا على اساس ان انا فتره قريب انا ما كانش في اي احساس ان ممكن نبوشه هيمشي. دلوقتي قريب ولا بعيد؟ لا يعني انا في الفتره يعني القريبه ما فيش فكر ان نبوشه هيمشي. واحنا بندعم، وبعدين بدليل ان احنا لما نبوشه طلب العدد اللعيبه تقل، اللعيبه قلت يعني. فيعني في استجابه لمطالب الراجل، اقصد ما هو ده اللي احنا بنتكلم عنه، شيء ايجابي يعني. بالظبط هو ده الحاجه الايجابيه، ان انت بتوفر له المناخ الجيد ان هو يشتغل. لكن انا مش يعني التوقيت ده كمان انت عندك بعد 3 ايام مباراه، وبعدين بعد كده هتخش على مباراه صعبه، وبعدين هتقابل مباراه قمه اهلي وزمالك، وبعدين هتخش التأهيل للكونفدرالية. كل الكلام ده محتاج حد شايف اللعيبة، ما نجيبش حد لسه هيتعرف على اللعيبة، او انا هقدم مدرب مهما كانت قدراته ويقول لي ده مدرب مش عارف ايه وبيمرن ايه. المدرب ما يقدرش يشتغل غير ما يعرف امكانيات اللعيبة، عشان تاخد منه منتج لازم يعرف قدرات اللعيبة وامكانيات اللعيبة وعنده مساحة. لكن انا هقوم جاي مدرب مهما كانت كفاءاته وقدراته لازم هيحط البصمه ان هو يلعب في الفرقه، واللي بيلعب في الفرقه عشان ترجع للحاله ياخد وقت كبير. صحيح. النقطه حضرتك اتكلمت فيها دي على فكره مهمه جدا، واللي اتكلم فيها كابتن احمد فيما يتعلق بفكره طب ما انا لما هغير واجيب مدير فني، طب المدير الفني ده المفروض يحط ايده من دلوقتي على اللعيبه اللي هو عايزها في يناير اللي تيجي، ولا ويقعد يتفرج ويشوف الفرقه ديت، ولا انا هجيبه برضو وجبت معاه لعيبه ومشيت لعيبه من الفرقه؟ معضله برضو يا كابتن حسن. هي معضله، ما هو ده اللي ماشي بقاله فتره. يعني ده اللي ماشي، وخاصه في نادي الزمالك كل سنه بتبيع لعيبه وتشتري اللعيبه ومفيش مدرب موجود، بعدين يجي المدرب بعدين زي ما حصل مع نبوشه. هل نبوشه شاف تيم الزمالك او شاف لعيبه الزمالك او هو جاي متاخر كمان. فهو ده اللي بيحصل، ودي مشكله. ودي مشكله كمان ان انت تعرض ان في لعيبه عاوز تجيبها وانت ما اتفقتش لسه معاها. يعني لما تيجي تاخد انت موسم الانتقالات ده بيقعد قد ايه يا كابتن فاروق؟ مفيش، ده ملحوم. مش كده، بياخد اسبوع، بياخد اسبوعين وبتاع. لو هو عاوز لعيبه انت هتبدا تفاوض للعيبه ديت قد ايه وامتى وازاي، ويا ترى هيوافقوا ولا مش هيوافقوا. ما دي يعني حاجات هي منظومه ماشيه غلط خالص يعني. ماشيه غلط خالص يعني. بتشوف يا استاذ حسن انت هتيجي المدرب تقول له انا عايز. طب سؤال يا استاذ حسن تاني بس، هل نادي الزمالك النهارده لو جه مدير فني جديد هيستنى عشان يبني، ولا بعد ماتشين 3 4 5 هيحصل نفس اللي هيحصل مع نبوشه في الوقت الحالي؟ ده سؤال اول. ايوه طبعا ده سؤال طبعا. لو مش هيستنى ما غيرش. طيب انا عشان كده الإجابة لا مش هيستنى. طبيعي ما غيرش، حد هيتحمل ما يتغيرش. اللي هيجي مدير فني. هات اعظم مدرب في العالم ممكن يتغلب ماتشين بعد كده. ده السؤال الاولاني. هيمشي برضه. السؤال الثاني يا استاذ حسن برضه اللي حضرتك انا بناقشك فيه، السؤال الثاني هو نبوشه موجود ليه؟ طالما انا مش مقتنع بيه، وطالما انا شايفه ان هو مدير فني ما بيأديش بشكل كويس، وطالما انا بطلع بهدف، ونبوشه قاعد بيعمل ايه؟ نبوشه قاعد ليه؟ ما غير ويكمل باقي حد يعني. لا مش قصدي، يعني قصدي طب ليه انا نبوشه من حوالي اسبوع كده 10 ايام ولا 15 يوم قال لك نبوشه ماشي وخلاص ومش عارف ايه، وحصلت مشاكل وشويه الجزائر وكده، تم الابقاء على نبوشه. الوقت الحالي في تصريحات من رئيس نادي الزمالك في الوقت الحالي بيقول لك ان نبوشه مش هيقعدوا. طب ما قاعدينه ليه؟ ربما يعني في شرط جزائي، ربما في اتفاق. حتى ولو شرط جزائي حتى طبعا ما هو في شرط جزائي، وحتى ولو في شرط جزائي هو انا مستني يعني كابتن، هو انا مستني عليه.